سيادة الأوفسايد. إذا سيداتي سادتي الأحبة الأفاضل، أربيل صاحب التوب 3 المركز الثالث في الترتيب الدوري العراقي، أما الكهرباء في التوب 18 المركز 18 بالترتيب العراقي. إذا هناك انطلاقة من شيرزاد تيمروف على مستوى الجهة اليمنى، نقلة وضلية علي شخوان، تعود مرة أخرى والتغطية الدفاعية لا زالت مستمرة بالنسبة لفريق الكهرباء. إذا هذه المباراة التي هي قاضيها سالم عامر التي يقود قمة أحداث هذا اللقاء. وأيضا لدينا على مستوى المساعد الأول، هذه هي قائمة حكام المباراة. المساعد الأول مصطفى حكيم وبافيل جلال على مستوى المساعد الثاني، ولدينا أوميد مصطفى على مستوى المساعد الرابع، وعلى مستوى غرفة الفيديو الفار السيد وافق محمد على مستوى هذا الفار الأول الذي يساعده أيضا على مستوى الفار جهاد عطية الليلة تحديدا من أربيل. إذن أحبتي الأفاضل تشكيلة الفريقين سريعا، بداية بالكهرباء الفريق المستضيف أربيل تحديدا ابتدأها بمصطفى زهير كحارس عرين، وخضر علي 24، وسامويل أوتارا 29، 16 أحمد عايد لاعب المنتخب الشبابي والأولمبي تماما، ولدينا منتظر رحيم واسماعيل كواكا، علي مهدي 18 والثمانية لوكاس سانتوس البرازيلي، ولدينا هنالك إسحاق منسه تماما الغاني تماما. إذن هذه تشكيلة فريق الكهرباء بقيادة السيد راضي أشنيشل قائد كرة الكهرباء بعد موسم مميز قدمه السيد راضي أشنيشل في الموسم الماضي مع الكهرباء. لذلك الإدارة جددت الثقة بالمدرب راضي أشنيشل. وأيضا أشنيشل لدينا أيضا على مستوى تشكيلة أربيل كوميل سعدي الذي الليلة يبدأ أساسيا بعدما أشرك بديلا في المباراة الماضية. الليلة يبدأ أساسيا كوميل سعدي هذا لاعب المنتخب، ولدينا هنا انطلاقية ومحاولة تأتي لكن تغطية دفاعية حاضرة تماما من باللقطة الماضية أحد المطارق الدفاعية لنادي أربيل. هذه الكرة التي أتت من ممادو ديارة. إذن تشكيلة أربيل كما قلت تنتهي بكوميل سعدي كحارس مرمى، وممادو ديارة 94 الذي بعد الكرة باللقطة الماضية. ولدينا أيضا على مستوى التغطية الدفاعية هارون الزويدي القادم من فريق الزوراء بالرقم 4، وعلاء رعد أيضا بالرقم 2. الليلة شارت الكابيتانو أي عادت إلى همام طارق المثابر، هذا اللاعب المميز همام القادم من فريق الطلبة. وأيضا لدينا معتز ازدام التونسي حزير، ولدينا هنالك علي شاخوان بالرقم 10، مصطفى قابيل 7، بافلي رادونوفيتش هذا الصربي، ولدينا هنالك شيرزاد تيمروف الأوزبكي. هذه هي كرة تشكيلة نادي أربيل التي يقودها باسم قاسم أيضا القادم من فريق الطلبة المميز. باسم قاسم قائد المنتخب الوطني وقائد القوى الجوية، حينما حقق معهم لقب كأس العراق حقق هذا باسم قاسم الليلة التي يقود كرة أربيل. الكرة تعود لكوميل سعد هذا حارس المنتخب الوطني ومثل الأولمبي ومثل المنتخب الشبابي. كما قلت الليلة كوميل يبدأ أساسيا مع فريق أربيل تمام. إذا قادم من الدوري الأوروبي كوميل سعدي، وكما ذكرنا أين الليلة صفرة سالم عامر تضبط أحداث هذه المواجهة وأحداث الليلة. سالم عامر الحكم المميز الحكم الدولي سالم عامر، دائما ما اعتدنا علينا حينما أرى سالم عامر على مستوى الطاقم التحكيمي أشعر بالأريحية تماما. هنالك كرة تأتي، لا زالت التغطية الدفاعية حاضرة من فريق أربيل والمنطقة الهجومية لا زالت، لذلك بعد الكرة التي وقع بها في مصيدة التسلل. هذا الذي كان باللقطة الماضية بافلي رادونوفيتش باللقطة الماضية. الليلة عناصر مميزة تدخل في تشكيلة أربيل. حينما نتكلم على مستوى حراسة لدينا محاولة لكن ذهبت بعيد. نتكلم على مستوى حراسة المرمى كوميل سعدي، هذا هو مصطفى قابيل الذي كان في المباراة السابقة أتى بهدفين مميزين، أتوا من ركلات مميزة بإتقان وبخبرة عالية. مصطفى قابيل بالمباراة السابقة هدفين، وأيضا لدينا شيرزاد
تيمروف في المباراة في المرحلة الثانية تمام. كرة تأتي على رعد، يرسل كرة، هذا علاء الذي مرر الكرة إلى المنطقة الدفاعية القادم من فريق زاخو بعد تقديم مستوى مميز مع فريق زاخو. الليلة يعود لأربيل ليبصر ويثبت نفسه إن الموسم الثاني تواليا أنا مستمر بالعطاءات وبالإبداع تماما. الكرة ترسل بهذه اللحظات، تعود من هذه الكرة خضر علي، المحاولة تأتي، التغطية لا زالت، هذا أحمد عايد. كان باللقطة الماضية ممكن لو استغل الكرة أحمد عايد لكانت في مصيدة كوميل سادي، في مصيدة كوميل سادي. والكرة تتحول إلى ركنية، كرة تتحول إلى ركنية بهذه اللحظات. ممكن من هذه الركنية يستغلوها أبناء الكهرباء ويترجموها إلى أهداف أولى. علام يرسل كرة بهذه اللحظات، من هذه الكرة رأسية، الله، رأسية سددت بدقة عالية من لوكاس سانتوس البرازيلي، لكن تصدي وكفوف كوميل سادي تبعد الرأسية من لوكاس سانتوس. شوف الإعادة، لاحظ الإعادة، شوف حينما سددها أحمد عايد من الركنية التي أتت كانت وكادت أن تدخل في شباك كوميل سادي. ركنية تعود مرة أخرى، لوكاس سانتوس هذا صاحب الركنية باللقطة الماضية القادم من فريق الشرطة من القيثارة الخضراء. إذا علي مهدي يرسل كرة مبعودة وعالية، لكن انبعدت وأبعدت تماما. إذا راسية تعود، لكن تغطية دفاعية، تسديدة، لكن بعيدة من سيدر جو باترين باللقطة الماضية، لكن بعيدة ولم تسدد بالشكل المطلوب من سيدر جو باترين باللقطة الماضية. إذن رأسيا أتت من لوكاس بالركنية الأولى، أولى الركنيات التي أتت على مستوى فريق الكهرباء، أتى بها من عرضية، أتت من الركنية من أحمد عايد ثم إلى لوكاس سانتوس، لكن أتى برأسية لكن تصدى إليها كوميل سادي. أتت الثانية مرة أخرى، لكن عادوا إلى سيرجيو باترين، سدد تسديده لكن بعيدة. إذا شيرزاد تيمروف صاحب الهدف في المباراة الماضية، وليلى كما قلت يبدأ أساسيا هذه الكرة، لكن تتحول إلى رمية تماس. إذا أربيل صاحب المركز الثالث في ترتيب الدوري، ولدينا الكهرباء في التوب 18، مركز 18 الكهرباء، وأربيل بالتوب 3 لدينا. إذا هذه الكرة باللقطة الماضية التي تدخل فيها أحمد عايد على همام وأتى فيها الخطأ. إذا همام الليلة كابتن الفريق وقائد الكتيبة والإمبراطور الليلة همام طارق إمبراطور، ولدينا أربيل الإمبراطور ماكل الجديد ونادي الأم، نادي الأم الإمبراطور. هذا هو لقب الأصفر. أبناء القلعة الليلة يأتون من أربيل، الفريق الشمالي يحل ضيفا على فريق الكهرباء، الفريق البغدادي. من كرة تعرض وتبين في مشروع البينية علي مهدي، لكن التدخل كان باللقطة الماضية من المنطقة الدفاعية، انفرادية تعود. أي كرة باللقطة الماضية، لو كان تدخل بالشكل المطلوب لكانت ركلة، بل لن تأتي هنا المحاولة. تأتي أحمد عايد يرسل كرة، لكن مرة أخرى تتحول إلى همام ثم إلى شيرزاد إلى همام بالشكل التام وبالوصول للكامل. كرة ترسل علي شاخوان، هذا علي شاخوان الليلة بالرقم 10 بعد ما كان مع فريق القوة الجوية، قادما من القوة الجوية إلى أربيل في هذا الموسم يقود كرة أربيل باسم قاسم. إذا أربيل الإمبراطور الفريق الشمالي عازم على تحقيق نتيجة إيجابية
في هذه المباراة وفي هذا اللقاء وفي أجواء هذه الأمسية وفي هذا الأستاد استاديوم الكرخ، أرضية الساحر أحمد زراضي صاحب التأسيس. هذا الملعب تأسس في سنة 63. الأرض المفترضة لفريق الكرخ وفريق النفط، وأيضا استحصل عليه فريق الأمانة، أمانة بغداد، فريق العاصمة أمانة بغداد. هذه أو هذا الأستاد، هذا الملعب 3 أندية على هذا. والليلة الكرهباء يستعير أرضية ملعب الكرخ. هنا لوكاس والمحاولة تأتي البينية حاضرة بهذه اللحظات ومن هذه الكرة، لكن الخطأ الواحد كلف الكهرباء الكثير. أنا أقصد بالخطأ عدم استغلال الهجمة باللقطة الماضية وبالصورة الماضية. كانت لو استغلوها وترجموها لعلامة أولى لكانت تغطية حاضرة وتترجم إلى هدف أولاني لفريق الكهرباء. الاستحواذ لا زال إلى فريق الكهرباء، تدخل من شيرزاد على أحمد عايد ويستحصل خطأ، ركلة حرة مباشرة لفريق الكهرباء. الاستغلال واضح إلى هذه اللحظات لفريق الكهرباء. شوف اللقطة الماضية اللي دخل شيرزاد، خطأ من شيرزاد. تيمروف في اللقطة الماضية تدخل على أحمد عايد واستحصل خطأ أحمد عايد. ممكن من هذه الكرة يستغلوها أبناء العاصمة ليترجموها إلى أولى العلامات، أولى الأهداف، في انتظار صافرة القاضي سالم لتنفذ هذه الكرة. ومن هذه اللقطة كميل سعدي والخروج الموفق من كميل سعدي بهذه الكرة وبهذه اللقطة. كميل، خروج موفق لكميل، أنقذ أربيل من أولى أو من ثاني التهديدات ومن ثاني التسديدات. هذه أولى الركلات الحرة. كرة ترسل عالية مرة أخرى، تعود لأبناء الفريق، أبناء العاصمة بعد التدخل الذي كان باللقطة الماضية بعدما كانت الليلة، بعدما كانت شارة الكابتنية لمصطفى قابيل. الليلة أمام طارق يرتدي شارة السين الكابيتانو والتدخل الحاضر وتستحصل ورمية تمس من هذه الكرة. هذا ظاهر في الصورة بافلي رادونوفيتش. بالمناسبة نادي أربيل تعاقد مع العديد من المحترفين في هذا الموسم الكروي. هذا علي شاخوان يرسل رمية تماس بين تعود إلى همام، استغطت مرة أخرى وأنقذ باللقطة الماضية مصطفى زهير أولى التهديدات على فريق الكهرباء. شوف البينية اللي أتت من على أراد القادم من فريق زاخوم، التسديدة لكن مصطفى زهير والخروج الموفق أيضا ركنية تنفذ هذه اللحظات إلى شاخوان، يرسلها بهذه اللحظات من هذه الكرة، تسديدة حاضرة. ثاني التهديدات على أبناء العاصمة، ثاني التهديدات على فريق الكهرباء، ثاني التهديدات على شباك مصطفى زهير. يا إلهي على أي كرة باللقطة الماضية وبأي شكل وبأي صورة أتت من الركنية التي كانت الاحتمال الأول أن تتحول إلى بينية وعالية، لكن أتت المحاولة إلى استغلال الكرة وركلها بشكل بسيط، ثم التسديدة أتت لكن لم تأتي على رأس عالية. الكرة ترسل بهذه اللحظات. يا إلهي علي شاخوان القادم من القوة الجوية، القادم من الصقور، يرسل البينية لكن لم تأتي البينية. كانت في القوة الجوية وكان علي شاخوان في القوة الجوية ساحر علي شاخوان، لكن هذه الكرة الأفضلية لا زالت كما ذكرت. علي شاخوان كان ساحر مع القوة الجوية. كان حينما أرى علي شاخوان يبدأ أساسيا أنا أشعر نفسي بأني ابتديت مباراة دراماتيكية سينمائية، لكن الاستحصال حاضر ومشروع المرتدات حاضر أيضا
مصطفى قابيل ينفرد بالكرة بهذه اللحظات. مصطفى قابيل الأخطر من أربيل. مصطفى قابيل الأخطر من أربيل إلى شيرزاد تعود ثم تستحصل إلى مصطفى قابيل. هذا الذي في المباراة السابقة أتى بهدفين وكرتين استرجمها مصطفى قابيل إلى أهداف. ليلى اختار لاعبين أربيل. حينما نتكلم على أربيل نتكلم عن مصطفى قابيل وشيرزاد تيمروف على مستوى المنطقة الهجومية. هذه التشكيلة مميزة بالنسبة لباسم قاسم. تشكيلة أنا أراها جيدة يعني في مثل هكذا مباراة في مواجهة أبناء العاصمة بعد العناء. ومن هذه الكرة التدخل على لوكاس سانتوس. التدخل على لوكاس. شوف الاستحصال وحرمه من فرصة. حرمه من فرصة. نعم واضحة جدا. السلامات للولو. لوكاس سانتوس القادم من الشرطة يشكو من إصابة. نعم هذه اللحظات أربيل ثالث الترتيب مع الكهرباء 18 الترتيب 16 بالترتيب على مستوى دوري النجوم. شعور حاضر. وكما ذكرت نادي أربيل تعاقد مع العديد من المحترفين المميزين. نتكلم عن كيفن ويليام حقيقة الأرجنتيني كيفن ويليام سيخص أبرز تعاقدات نادي أربيل وأولى اللاعبين الأرجنتينيين أولى أبناء بوينس آيرس في الدوري العراقي إيراك ستارز ليج. ولدينا تعاقد أيضا نادي أربيل مع بافلي رادونوفيتش الصربي وشيرزاد تيمروف أبرز الصفقات ومعتز زدام التونسي. هذه أنا أتكلم حاليا عن تعاقدات نادي أربيل المميزة. أنا حقيقة أراها مثل هكذا تعاقدات حينما نتكلم عن معتز زدام القادم من الدوري التونسي. ونتكلم عن مامادو ديارم ومادوكا جونيور النيجيري. هارون الزبيدي ابن اليمن السعيد. هارون الزبيدي القادم من فريق الزوراء من زعيم العراق مفضلا كل العروض على فريق أربيل. تعاقدات مميزة. هذا أنا تكلمت عن محترفين نادي أربيل باللحظة الماضية. تكلمت عن المحترفين التعاقدات المميزة لفريق أربيل. إذا لوكاس سانتوس البرازيلي يشكو من إصابة. ليستكمل لوكاس لولو القادم من القيثارة الخضراء أقصد بالشرطة أتى إلى فريق الكهف. ممكن يكمل لوكاس أو يغادر. ممكن يكمل أو يغادر. لوكاس سانتوس كان يشكو من إصابة باللقطة الماضية. لا نعلم ممكن يكمل لوكاس. هذه اللحظات الرتم الهادئ لا زال مستمر. هل سنرى في عز هذا الصمت سنرى أولى العلامات أولى المحاولات أم ستبقى أو سيبقى رتم المباراة بهذا الشكل؟ إذا فريق أربيل استحصل على دوري المحترفين دوري نجوم العراق إيراك ستارز ليغا 4 مرات. هذه هي بالنسبة لإنجازات نادي أربيل. أنا أتكلم عن الإنجاز على مستوى دوري المحترفين. نادي أربيل استحصل على الدوري العراقي 4 مرات. هذا على مستوى دوري المحترفين دوري نجوم العراق الذي يلعب حاليا. واستحصل على الدوري الكردستاني 3 مرات. ولدينا استحصل على الدوري الممتاز حينما كان اسم الدوري الممتاز استحصل عليه مرة أخرى. إذا نتكلم بالشكل التام وبالوصول الكامل عن الإنجازات المميزة لا وهو دوري المحترفين دوري النجوم 4 مرات استحصل عليه نادي أربيل. ولدينا هذا تكلمت على مستوى إنجازات نادي أربيل. أعود إلى الكهرباء لديها فقط لدى نادي الكهرباء أبناء العاصمة فقط كان وصيف في كأس العراق. نادي الكهرباء وصيف كما ذكرت في كأس العراق أمام الكرخ. كان وصيف في 22
والثاني أمام الزوراء أيضا وصيف في سنة 2019. وهذه أخطر الكرة التي تأتي من نادي أربيل، ومن هذه الكرة ومن هذه المحاولة الارتداد حاضر بهذه اللحظات. الرتم تصاعديا من كرة لم يحضر فيها التركيز، وأتت ثم استغلها شيرزاد تيمروف. هارون معترض ومستاء باللقطة الماضية على اللقطة الماضية من الكرة التي أتت. هذا الذي كان باللقطة الماضية منتظر رحيل، تدخل على شيرزاد. بالك من هذه التدخل، بالك كما ذكرت منتظر رحيل، تدخل على شيرزاد وبطاقة ملونة. أولى البطاقات الملونة احذر، إذا اصفرت احمرت. في أجواء هذا اللقاء، في أجواء هذه المباراة، من سيأتي أولا على الفريق الشمالي أم أبناء العاصمة الليلة المستضيف بطاقة صفراء لمنتظر رحيم. أولى البطاقات الملونة في أجواء هذا اللقاء وأجواء هذه المباراة. كما ذكرت إن الكهرباء تحصل على وصيف كأس العراق أمام الكرخ 22 وموسم 19 أمام الزوراء أيضا تحصل على وصيف. هذه هي وصافة مميزة. هذا حق طبيعي جدا. هذا النادي، نادي الكهرباء صاحب التأسيس 2001، ولدينا نادي أربيل في سنة 1968 تقريبا. هذا هو تأسيس نادي أربيل. الكهرباء في 2001. لا يفرق التاريخ. الليلة نريد أن نرى مستوى داخل أرضية الميدان وداخل ساحة القتال، المعركة الكروية نريد أن نراها بكل صورها في هذه المباراة وبكل أشكالها في أجواء هذا اللقاء. كما ذكرت أربيل يحل ضيفا على فريق الكهرباء. كان من الممكن أن المباراة تكون في الأرض المفترضة لفريق الكهرباء. طبيعي أن الكل يعلم أن الأرض المفترضة لفريق الكهرباء هي الزوراء، ملعب الزوراء، ملعب النوارس. لكن بعد التصريح الذي أتى من الاتحاد الآسيوي ومخاطب الاتحاد العراقي بعدم اللعب على أرضية ملعب الزوراء كونه تلعب عليه المنافسة الآسيوية، وبعدم إقامة أي مباراة محلية داخل الدوري، بالتالي نقلت المباراة إلى أرضية الساحر أحمد راضي، إلى أرضية ملعب الكرخ. كما ذكرت الليلة يستعير الكهرباء أرضية ملعب الكرخ مع أرضية الساحر أحمد راضي، هذا اللي تأسس في 63 كبديلا لأرضية ملعب النوارس ملعب الزوراء. كرة ترسل بهذه اللحظات مصطفى قابيل، لكن الاستغلال حاضر بهذه اللحظات. تدخل باللقطة الماضية على مصطفى قابيل من محاولة أتت، لو استغلها مصطفى لبضع ثواني لأتى بأولى العرضيات في أجواء هذا اللقاء وفي أجواء هذه المباراة. نادي أربيل لا زال مستمر بإرسال الكرات. هذا علي مهدي قادم من فريق القرمم، ثم من الطلبة، ثم أتى من الشرق. علي مهدي لاعب مميز. هذا 18 لفريق الكهرباء أتكلم. هذا في الصورة 18 لفريق الكهرباء ابن العاصمة بغداد علي مهدي القادم من فريق القرمم. إذا مرة أخرى تعود لعلي مهدي، كرة ترسل وتعود من أولى المحاولات لفريق الكهرباء. الكهرباء خضر علي لو استغلها أيضا بعد الإبعاد من هارون الزبيدي. الأربعة لفريق أربيل، وهذه الكرة التسديد الحاضرة، التغطية المستمرة، لكن المطارق الدفاعية لفريق أربيل لا زالت تبعد كبيرا وصغيرا. دفاع مميز. إنما رأيت همام طارق خلاص بالنسبة لنادي أربيل. هارون الزبيدي وهمام طارق وعلاء رعد ومماد الديار، هذه هي المناطق الدفاعية. ليلى باسم قاسم يبدأ بتشكيلة رباعية الدفاع. إذا على مستوى تشكيلة نادي أربيل كما ذكرت الحاصل على دوري نجوم العراق 4 مرات. هذا شيء يذكر، إنجازات وألقاب وأوسمة
تذكر وتستذكر في هذه المباراة في هذه الأجواء. تكلمت باللقطة الماضية عن هذا اللاعب الدراماتيكي يا أحمد عايد، لاعب المنتخب الأولمبي الذي أثار الإعجاب حتى مدرب المنتخب الوطني. إذا مستاء باللقطة الماضية شيرزات على هذه الكرة، ويقول إن هنالك لمسة باللقطة الماضية. هذا خضر يرسل كرة إلى الجهة اليسرى تماما، وتتحول من هذه الكرة ومن هذه اللقطة أحمد عايد. ممكن لوكاس يستغل هذه الكرة، ممكن لوكاس يختار هذه الكرة مصرعا لابتداء إلى الأهداف وأولى العلامات في هذا اللقاء في أجواء هذه المباراة. إذا ذهبت كما ذكرت هجمة حمالي الهاميوت، هذا شيرزات المميز الأوزبكي شارك أساسي في المباراة الماضية المباراة السابقة، هذه المباراة أيضا يبدأ أساسي. أنا تكلمت لو لاحظتوا تكلمت على محترفي تعاقدات على مستوى المحترفين لنادي أربيل، ذكرت على مستوى التعاقدات ذكرت نادي أربيل، لكن لم أذكر الكهرباء. أكيد لابد أن تستذكر تعاقدات الكهرباء على مستوى التغطيات المستمرة. قبل أن نتكلم هذه إعادة اللقطة التي أتى فيها الخطأ والكرة التي تخطط على مصطفى قابيل. علي شخوان يرسل كرة لشيرزات تيمروف، تتحول مرة أخرى من هذه الكرة إلى معتز زام، لكن تستبعد عاليا إلى رمية تمس. سواميل أوتيارا القادم من فريق الحدود يبصم مع فريق الكهرباء، مفضلا كل العروض على فريق الكهرباء أبناء العاصمة بغداد. رمية تماس تنفذ وترسل بهذه اللحظات، الدقائق تمر، ساعات تمضي والدقائق تمر والثواني تعد بهذه اللحظات. ومن الدقيقة 29 من الشوط الأولاني عالية الكرة تسترسل وتعود من هذه الكرة والتدخل، الخروج الموفق مرة، خروج الموفق لمصطفى زهير الليلة على مستوى البديل مصطفى زهير أحمد محمود. هذا البديل لمصطفى زهير. ما لدينا على مستوى كميل سادي، قبل أن نذهب إلى كميل سادي والبديل بعدما تركهم مصطفى أو منتظر رحيل بعدما ترك فريق الكهرباء الليل. مصطفى زهير حارس ساري لفريق الكهرباء كما ذكرت بعد أن غادر منتظر رحيم من فريق وصفوف الكهرباء. بهذه اللحظات ومن كرة تعود سيدر جيوباترين يرسل كرة همام من رأسيا بشكل تام وبالوصول الكامل، ترسل وتعود مرة أخرى علي شخوان ثم إلى همام طارق. فريق الكهرباء فريق المميز أبناء العاصمة الذي تأسس في سنة 2001 المفترض فريق الزوراء كما ذكرت. لديه ملعب الكهرباء أكيد الذي يقع في العاصمة بغداد، نادي الكهرباء في العاصمة بغداد، لكن يتسع ل2000 متفرج ولا غير مرخص لمنافسات الدوري، كون دوري محترف ودوري مميز. إذا مصرع الكهرباء ساحة منافسة الكهرباء ملعب ملعب النوارس وساحة الزعيم أبنائي العاصمة بغداد. نادي الكهرباء بالإدارة المميزة سيد علي جبار رئيس مجلس إدارة الكهرباء، إدارة مميزة. فريق الكهرباء التي يدربها كرة الكهرباء راضي شنيشل للموسم الثاني تواليا بعد أن قدم مستوى مثير محافظا على جدول الترتيب بالموسم الماضي، موسم 23-24. كرة تعود مرة أخرى أبناء أربيل يرسلون كرة
تستسر وتعود لعلي رادز لهذه اللحظات، ثم إلى علي شخوان. لا زالت التغطية مستمرة والمحاولات مستمر بالنسبة لكلا الفريقين. آكو هزير تعود لآكو هزير ابن الشمال، ابن الشمالي الدولة، ابن أربيل، ابن العاصمة، أبناء الكهرباء، أبناء العاصمة. تكلمت عن آكو هزير اللاعب المميز أيضا للموسم الثاني آكو مع فريق أربيل. إذن راية ترفع من مصطفى حكيم للوقوع بهذه المصيدة بمصيدة التسلل. شوف هذه اللقطة اللي أتى فيها علي شخوان، استلم الكرة لكن مصيدة التسلل كانت أقوى باللقطة الماضية. إذن مصطفى زهير يرسل كرة بهذه اللحظات، تعود لفريق الكهرباء بالمنطقة الدفاعية علي مهدي، ثم إلى سيرجيو باترين بهذه اللحظات عالية، تعود لكن تتحول إلى رمية تمس. الرتم هذا إلى هذه اللحظات شاهدنا في الدقائق الأولانية ارتدادات ومحاولات أتت، لكن بهذه اللحظات أتت هذه الكرة ولو يستغلها أحمد عايد في اللقطة الماضية لكانت أولى العلامات لفريق الكهرباء لأبناء العاصمة. تدخل خطأ 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 خطأ. أنا لاحظت من هذه اللقطة بالسلامات لهمام، من هذا المنظور شاهدت التدخل الدفاعي من سيرجيو باترين. هذا سيرجيو باترين البنيني ابن دولة بنين المحترف في صفوف فريق الكهرباء. فريق الكهرباء اكيد مجلس الاداره علي الاستاذ علي جبار. هذا هو التدخل تكلمت عليه قبل قليل الذي اتى تدخل اسماعيل كواكم ابن ساحل العاج على همام طارق، ثم الى سيرجيو باترين في هذه الكره 24 والكره تنفذ لهمام طارق لفريق أربيل. هذا همام طارق الليلة كابتن الفريق وقائد المواجهة وقائد هذه الكرة بهذا الشكل المميز. إذن فريق بعد كما ذكرت بعدما كانت شارة الكابتنية لمصطفى قابيل الليلة، همام طارق يرتدي شارة الكابتن قائدا للكتيبة وقائد كتيبة أربيل. كرة تعود للمنطقة الدفاعية أربيل كما ذكرت الحاصل على الدوري العراقي 4 مرات، ولدينا بالالوان البيضاء فريق الكهرباء ابناء العاصمه المستضيف لفريق أربيل. حصل ابرز انجازات فريق الكهرباء، حصل على وصيف في موسم 2022 امام الكرخ. حينما حصل الكرخ على لقب كأس العراق كان الكهرباء وصيف، تأهلوا الفريقين الى النهائي. وايضا الثاني ايضا وصيف امام الزوراء في موسم 19. هذه هي الانجازات لفريق الكهرباء، فوارق فنيه كبيره. حينما نتكلم عن الفوارق الفنيه والانجازات والالقاب والاوسمه نستذكر الافضليه والتميز والمواسم المميزه تمام. كره تعود وتسترسل علي مهدي، يرسل كرة لأحمد عايد، تعود من تغطية دفاعية حاضرة مرة أخرى. لوكاس يستلم هذه الكرة ثم إلى خضر أو عفوا أحمد عايد باللقطة الماضية. أحمد عايد ينتظر الكرة وبعيد بعيد خارج الاحتمالات. منتظر رحيم أرسل كرة إلى لوكاس ثم من لوكاس. شوف هذه هي اللقطة التي أتى منتظر رحيم ثم إلى أحمد عايد، لكن لم تأتي وبعيدا عن الاحتمالات. لابد أن يحضر التركيز. التركيز هو سبب في كسب نقاط هذه المباراة وأجواء هذا اللقاء تمام. إذا أبرز تعاقدات الكهرباء لوكاس سانتوس البرازيلي قادم من الشرطة، ولدينا محمد سلامة الحميدة الأردني
أيضا القادم من الدوري العربي، وأيضا إسماعيل كواكا 42 لفريق الكهرباء، أيضا من أبرز التعاقدات ابن ساحل العاج إسماعيل كواكا، والسيدر جو باترن الذي ذكرته العديد من الكرات. سيدر جو باترن ابن بنين، ابن دولة بنين البنيني. وأيضا لدينا سواميلا أوتارا البورغيني ابن بورغينيا المحترف في صفوف الكهرباء. وأيضا السادس من التعاقدات على مستوى المحترفين إسحاق منساء الغاني. هذا التدخل باللقطة الماضية الذي أتى من معتز الزام التونسي على أحمد عايد، ومن خلالها استحصى خطأ. من سينفذ هذه الكرة؟ إسماعيل كواكا، أو من سينفذ هذه الكرة وهذه المحاولة؟ والإسياء الحاضر علي خالد يقول له ركز، علي خالد يقول لإسماعيل، يقول له ركز أربيل ب4 نجوم على الشعار وعلى الصد وعلى الفانيلة وعلى التيشيرت، على 4 نجوم دوري المحترفين، دوري نجوم العراق. وأتت الكرة أيضا خارج الاحتمالات بعد تدخل من همام طارق في اللغة الإنجليزية همام طارق. هذه هي الكرة، شوف أتت على همام بالسلامات، من إسماعيل إلى الصد على مستوى همام، يكمل همام رمية تماس، علي مهدي يرسل كرة لإسماعيل، تتحول إلى المنطقة الدفاعية إلى سيدر جو باترين مرة أخرى، لوكاس سانتوس البرازيلي، كرة تعود مرة أخرى سيدر جو باترين إلى كوميل، أيضا بعيد عن الاحتمالات. هذا كوميل في أولى كوميل في الدوري العراقي، لعب مع نادي نفط البصرة، ولم نرى من أفضلياته الكثير. كوميل سعد كان كما ذكرت آخر ظهور ليه كان قبل تقريبا 4 مواسم، 3 مع فريق نفط البصرة. هذا الشيرزاد تيمروف يرسل كرة إلى مصطفى قابيل، البينية حاضرة، لكن التغطية بينية كانت باللقطة الماضية، والتغطية حضرت. آكو هزير يستلم الكرة، أحمد عايد يحاول في البحث عن الكرة والاستحواذ على مستوى فريق أبناء العاصمة. آكو هزير يرسل كرة لمصطفى قابيل بالصدر، مصطفى قابيل هل سيختار التسديد من مسافة بعيدة كما أتت هذه الكرة بنفس الطريقة وبنفس الموقع وبنفس الملعب أتى فيها في مباراة النفط، أتى فيها سيف كريم بعيدا، وضعها من منطقة مصطفى قابيل باللقطة الماضية. شوف أنا أقصد من هذه المنطقة بعد هذا التدخل الذي أتى من منتظر رحيم باللقطة الماضية 19 على مصطفى قابيل بهذه المسافة تقريبا أو بقليل في المباراة التي أتى فيها التي كانت على فريق القاصر، حسب ما أعتقد أن سيف كريم سجلها من هذه المسافة كما ذكرت بقليل، وبالتالي ترجمها سيف كريم لاعب النفط إلى هدف. نعود إلى أجواء المباراة وإلى أجواء هذه الملحمة وأجواء هذه المواجهة. ومن هذه الكرة آكو هزير على تنفيذ الكرة البينية حاضرة، الرأسية الإبعاد من باترين، سيدر جو باترين مرة أخرى، تعود مصطفى قابيل مرة أخرى، كرة بينية حاضرة، الرأسية ممكن تحضر لكن لم تأتي وتصدى إليها مصطفى زهير الأوفسايد ومصيدة التسلل التي حرمتنا من العديد من اللقطات. شوف هذه اللقطات التي كانت فيها محاولة لفريق إربيل، كرة تعود مرة أخرى بهذه اللحظات لفريق الكهرباء أبناء العاصمة إلى إسماعيل كواكب، ساحل العاج لاعب مميز، لاعب مقاتل داخل أرضية الميدان. إسماعيل كواكا هذا من أبرز تعاقدات
من ابرز، ليس ابرز تعاقد لفريق. انا تقريبا كما ارى ان ابرز تعاقدات على مستوى المحترفين، ولكن كوميس ساجد ينقض على هذه الكرة التي اتت من اسحاق من ساء القاني، سددها لكن كوميس سادي تصدى اليه. اكمل ما قلت قبل قليل كما ذكرت بالراي الشخصي، ابرز على مستوى المحترفين اتكلم على مستوى نادي الكهرباء لوكاس سانتوس ومحمد سلام الحميدي، ولدينا اسماعيل، بغض النظر عن الاخرون سيدر باترين واوتارا واسحاق، لكن هذه من ابرز تعاقدات المحترفين لفريق الكهرباء ولفريق اربيل كما ذكرت. انا هذا يحسب بالراي الشخصي. لدينا شيرزاد تيمروف الاوزبكي، بافلي رادونوفيتش الصربي، وكيفن ويليامز سيخاس، تعاقدات مميزه. مامادو ديارا وايضا هارون ايضا من التعاقدات المميزه. وهذه الكره التي اتى فيها لوكاس سانتوس لكن انقض عليها كوميسا. ما زالت الكرات بالتهديدات مستمره، لكن نريد من يضع البصمه الحقيقيه، ونريد من يضع الكره الحقيقيه في الشباك وداخل الشباك. شيرزاد تيمروف يرسل الكره، مصطفى قابيل، والتدخل الذي كان من علي خالد كابتن الفريق. علي خالد بالراس يبعدها وتتحول الى رميه تماس. هذا علي خالد مثل الكهرباء لمواسم هذه دم. ليلى ايضا علي خالد يبدا اساس في كل مباراه اعتدنا على علي خالد اساسيا مع فريق الكهرباء. كرة تعود مصطفى قابيل، اوه بالسلامات بالسلامات لمصطفى قابيل بعد التدخل بالنقطة الماء. تدخل اشبه بالسلامات ابو الصوف مصطفى قابيل، موسمين او ثلاث فريق اربيل. نتكلم عن مصطفى قابيل اللاعب المميز. هذه اللقطة التي كان التدخل فيها من خضر علي، من خضر علي، السلامات مصطفى قابيل. هذه اللقطة تدخل أشبه بالعنيف في اللقطة الماضية من هذه الكرة. بالسلامات لمصطفى قابيل المميز تماما، عسى لا تكون أو يكون تدخل بليغ، عدم تكملة المشوار. وهذا راضي شنيشر سمين مع الكهرباء مجاورا راضي شنيشر مدرب الفريق الأول. لدينا أيضا مستوى مساعد لراضي كابتن قصيمن، وأيضا عبد الحسين تواجد على مستوى فريق الكهرباء راضي شنيشل وضياء عبد الحسين. إذا مصطفى قابيل يسقط أرضا و4 دقائق عن نهاية أجواء الشوط الأول ونهاية النصف الأول من أجواء هذا اللقاء. الوقت البدل ضايع في هذه الأجواء في هذه المباراة. إذا خطأ فريق أربيل بالسلامات. هل يكمل المشوار؟ هل يكمل مصطفى قابيل؟ هل يكمل المشوار مصطفى قابيل؟ السلامات. شوف هذا التدخل الذي أتى من خضر علي، الاثنين لاعب الفريق أبناء العاصمة. شوف لا تدخل عنيف غير متعمد، غير متعمد. ما هو القرار؟ الفار سالم عامر قاضي هذه المباراة الدولي. سالم عامر يتأكد من هذه الكرة، من هذه اللقطة. واضحة جدا. هذه الكرة أتت خارج المنطقة ولكن أتت بخطأ. سالم عامر يراجع تقنية الفيديو. الفار ماذا سيقول السيد واثق محمد في غرفة الفار؟ واثق محمد الذي يساعده
الدولي أو الحكم جهاد عطية. واثق محمد وجهاد على مستوى تقنية الفيديو والمراجعة لهذه الكرة من هذه اللقطة التي تدخل فيها خضر علي على مصطفى قابيل. يقول له خلينا نتأكد هل هنالك ركلة أو بطاقة حمراء أو بطاقة صفراء، لا نعلم. هذا هو القرار راجع لحكم هذه المباراة السيد سالم عامر. هذا الأمر راجع إلى حكم هذه المباراة وقاضي هذه المواجهة الفار. ماذا سيقول سالم عامر؟ وما هي الكرة؟ وما هي القرار المتخذ؟ هل هنالك شيء جديد؟ سالم عامر أوه ماذا هنالك؟ نعم سالم عامر يقول ركلة حرة والتدخل. أنا اعتقدت لو كان في هنالك بطاقة، هذا اعتقاد كان، لو كانت بطاقة ولا أعلم ما مدى التأثير. هذه الكرة التي تدخل بها خضر علي على مصطفى قابيل، تدخل عنيف غير متعمد. لا وجود ليش ركلة تماس أو رمية تماس كما ذكرت. لا وجود ليش تدخل غير متعمد. كل من لا يخطئ. خضر علي الاثنين، لاعب الكهرباء نمبر 2 لاعب الكهرباء خضر علي تدخل بالإقصاء الماضي على مصطفى قابيل يكمل المشوار. نعم، وتدخل دفاعي حاضر واربع دقائق عن نهاية المشوار، عن نهاية هذه الملحمة الكروية، وإلى أن يعودوا إلى ساحة القتال في الشوط الثاني. شوف هذه اللقطة التي أتت، كثرت الأخطاء، إذا اصفرت احمرت، وإلا غلطة الشاطر قد تكون بمليون في أجواء هذه المباراة. غلطة الشاطر قد تكون بمليون. لا يجب علينا أن نخطئ في مثل هكذا مباراة. أربيل ثالث الترتيب ولدينا الكرباب 18 على مستوى ترتيب الدوري. وهذه الكرة تعود إلى إسماعيل، ترسل مرة أخرى إلى علي خالد، عفوا كان باللقطة الماضية باترين، ثم إلى إسماعيل. هذا لوكاس سانتوس يحاول في الكرة البينية حاضرة، خضر تدخل لكن همام يبعد الكرة بالراس، تعود مرة أخرى إلى علي شاخوان يرسلها بعيدة ومصيدة الأوفسايد. وراية ترفع من مصطفى حكيم عن إن الكرة قد أتت في مصيدة الأوفسايد، التسلل أوفسايد. هذه كرة لوكاس سانتوس البرازيلي. إذا 4 دقائق عن نهاية أجواء هذه المباراة، 4 دقائق عن نهاية هذه القمة، 4 دقائق عن نهاية هذه الملحمة. هل سيثبت نفسه البطل الحقيقي أم ستستمر المباراة على هذا الرتم وبتعادل السلبي؟ الكرة تأتي والمحاولة من شيرزاد تيمروف، ترسل وتسترسل بهذه اللحظات مرة أخرى إلى شيرزاد، تعود. هل سيختار البينية أم الإرسال والاسترسال إلى رمية تماس؟ تعود. هذا علي مهدي القادم كما ذكرت من فريق القرمم الذي يلعب مباراته الليلة أمام الزورة، أمام الزعيم. أي هذه أبرز مباريات الليلة وأبرز مباراة اليوم بنفس اللحظة وبنفس الدقيقة وبنفس التوقيت. هل سيأتي الهدف؟ لا تأتي مرتين هذه الكرات، لا تأتي مرتين. من أخطر الكرات التي أتت في أرضية الميدان، التي أتت في أجواء هذه المواجهة، وسبقتها صافرة القاضي سالم عامر معلنا عن نهاية أجواء الشوط الأول. إذا بهذه اللقطة وبهذه الكرة المحاولة التي أتت لفريق أربيل، ومن ثاني أخطر الكرات أتت من مصطفى قابيل، لكن أتى إليها ليكملها علي شاخوان وباترين أبعدها باللقطة الماضية. إذا سيداتي سادتي أحبتي متتبعين حاضرين الأفاضل أينما كنتم، متتبعي قنوات شبكة الإعلام العراقي، نهاية الشوط الأول
ونهاية النصف الأول من المباراة، مباراة أربيل ثالث الترتيب والكهرباء المستضيف الليلة 18 الترتيب. من أرضية الساحر أحمد راضي. سيداتي سادتي، سأعود إليكم بحلول الشوط الثاني بانطلاق صافرة الشوط الثاني، لكن بعد الاستراحة قصيرة وأعود إليكم بإذن الله تعالى. إذا تعادل الشوط الأول ينتهي بالتعادل السلبي لكلا الفريقين. أبرز اللقطات أتت هذه الكرة واللقطة الماضية بدقيقة 94. استراحة قصيرة وأعود إليكم بإذن الله تعالى. 4 مخالفات نادي النجم مقابل مخالفتين. خطير جول 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 أول يأتي في اللقاء. ثامر الصالحي يسجل هدف الأول في هذه المباراة، اهتزت شباك النجف. سجل ثامر الصالحي جول في غفلة من دفاعات النجف. سجل ثامر الصالحي بكرة رأسية. جول أكيد أفرح جماهير ديالا، أفرح كل من يشاهد المباراة. الله 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 الله، وضحى بإتقان على يمين حارس المرمى. شوف هذه الكرة بالراس، الله الله، بشكل رائع جدا، وفاجأت حارس المرمى ايضا بغفله ايضا من دفاعات نادي النجف بسوء رقابه، ولكن بشكل رائع جدا سجل ثامر الصالحي الهدف الاول. التسديدات المباشره على الخشبات الثلاث. هنا تمريره خاطئه والهدف الاول للصقور. الله 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 الله، حلق أيها الصقر ولا تبالي. بعد كل سقوط هنالك نجاح. القوة الجوية، العريق، هنا التاريخ، هنا العراقة، هنا الحارث حاتم للمباراة الثانية يسجل، للمباراة الثانية على التوالي. خطأ فادح يستغله هنا الحارث حاتم. الله 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 الله، شوف التمريرة الخاطئة التي قدمت على طبق من ذهب. الحارث حاتم هو تركها لكن عاد للمتابعة. جول 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 جميل جميل جدا لأبناء القوة الجوية. هنالك نعم الأخطاء، وهنا المفاجآت، وهنا الحارث حاتم يسجل أول أهداف اللقاء بالنسبة للقوة الجوية. هنا الصقور بدأت بالتحليق، هنا الاحتفالية. نعم الحارث حاتم يجب الاحتجاج. المدرب هو من يمتلك الصلاحية الكاملة. وهنا أمجد عطوان. الله 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 الله، هذه الأهداف وإلا فلا. أمجد عطوان عاد من الحرمان ليسجل هدف عالمي 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 لأبناء الخابور. يعرفون طريق المرمى جيدا، وأن لم يحالفهم الحظ في الجولة الأولى فاعتبروها هنا الجولة الأولى. أمجد يا أمجد، أمجد يا أمجد، الله عليك يا أمجد. قدم يمينية قوية قوية باغتت حارس المرمى محمد صالح، وبذلك هدف التعديل. هدف التعديل. أبناء الخابور حتى وإن غابت جماهيره فهم على قدر المسؤولية، وهذا ما ترجم أمجد عطوان وسجل هدف ولا أروع في مباراة الأولى بعد العودة من الحرمان. ديبوتي يتركها الآن. الله 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 الله، جول اليمني
اليمن السعيد ناصر محمد يسجل ثاني الأهداف ويقلب الطاولة على القوة الجوية. الله 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 الله، سيمفونية تعزف بأقدام لاعبين أبناء الخابور. هدف يدرس، هدف جميل، تمريرة محمد علي عبود التغيير الناجح، تمريرة ولا أروع لمحمد يا تارة، قال له تفضل سجل لناصر محمد وهدف ثاني. شوف هل هنالك راية، هل هنالك تسلل، ننتظر ونشاهد. تمريرة ذكية ولا أروع، لم يكن أنانيا محمد يا تارة، وناصر محمد يسجل الثاني. شوف التغييرات ماذا صنعت، ماذا قدمت يا وسام رزق. هي بدأت من محمد علي عبود الذي شارك قبل دقائق وانتهت بالبديل الآخر آفاني وهاندرين، وبعد الانتقال إلى زاخو ودهوك. الله، يقتنص الهدف الأول، يقتنص الهدف الأول والأسبقية الكرخ في لحظات دفع فيها وميض منير بالأسماء وعناصر الخبرة لإنقاذ الموقف. يعطي الأسبقية اللاعب من هناك محمد، يقتنص محمد خالد كوفي أمام فريق السابق في كرة لم تكن على البال والحسبان. نعم، حتى أنا شخصيا توقعت بأن هناك بأن هناك اللاعب دينيس جيمبيزي هو الذي سيتابعها، هو الذي سيلتقطها. من هناك يحلق عاليا، يلتقط الهدف الأول والأسبقية اللاعب محمد خالد كوفي في كرة مباغتة مفاجئة للجميع، مفاجئة. نعم، على الرغم من قصر قامة الجزاء للهدف الأول للقاسم، ينتظر التدوين، ينتظر التسجيل في هذه اللحظات. والهدف الأول لمصلحة القاسم في هذا الموسم وفي هذا اللقاء. يعادل حيدر عبد الرحيم في وقت مثالي وفي زمن مثالي وفترة مثالية يحتاج بها فريق القاسم. نعم، أن يجمع شتاته وأن يستعيد سيطرته وأن يعود للمنافسة من جديد. نعم، فريق نادي القاسم يدون هدف التعادل. محمد شاكر في جهة وكرة حيدر كرة التعديل في جهة أخرى. يدون القاسم هدف التعادل. نعم، وهذه النظيفة أمام نادي النفط. الله، والثاني الغلفار، هدف أول، وعاد من هناك للتسجيل حيدر يسجل، حيدر يظهر، حيدر يدون، ولكن الفار أيضا ربما له رأي آخر، أو يونس نعم غني، ولكن حيدر ويونس. وفي النهاية هو هدف أصفر. نعم، في كرة أيضا مباغتة وقريبة أيضا تقريبا شبيهة بكرة الهدف الأول. من هناك الارتقاء أيضا، هل سيحسب ليونس غني أم لامسها اللاعب محمد خالد كوفي. نعم، يجهز على آمال فريق السابق. لا لم يلامسها وكانت بمتناول وليد. نعم، وليث معا يتصدى، لكن تدخل تقتحم وتسجل الهدف الثاني لمصلحة الكرخ، الهدف الثاني لمصلحة. سنتحدث بعد هذه الكرة، محاولة خطيرة، الله، جول لفرسان المملكة. هدف عن طريق النيجيري ماثيو وفرحة جماهير فرسان المملكة. أول لنفط بيسان عن طريق الفنان طبعا ماثيو يفتتح التسجيل لفرسان المملكة. شوف من هنا بدأت القصة. حسين طالب عملية تحضير هذه المرة، شوف من اليمني يوسف، وهدف رائع، هدف جميل عن طريق ماثيو النيجيري لفرسان المملكة، لنفط ميسان عن طريق الفنان ماثيو.
هدف أول لنفط ميسان عن طريق الفسوق. رستم وجول لنادي نوروز. هدف التعديل، يعدل آسو رستم، يعدل الكابتن لنوروز. وواحد واحد الآن التعادل بين نفط ميسان ونوروز في الوقت بدل الضائع. آسو رستم هذا بالمناسبة هدف الثاني في دورينا، سجل على الكهرباء ويسجل الآن بالنسبة لآسو رستم، وبالتالي هدفيا لآسو في كل جولة، هدف لغاية الآن. سجل على الكهرباء ويسجل الآن أيضا. وآسو رستم طبعا ركلة جزاء مثالية، وشوف التنفيذ، وأحمد خالد بجهة والكرة بجهة. التعديل لنوروز حبايب بالواحد لغاية الآن. تقدم ميرسيش، قطع للكرة، الخطأ الآن ثاني لنفط ميسان. لطيف يا لطيف على هذا الهدف، علي لطيف بهدف ثاني. ولفرسان المملكة بخطأ من المدافعين، وبالتالي هدف ثاني لفرسان المملكة عن طريق علي لطيف. 2-1 أصبحت. شوف الخطأ هنا من اللاعب كريستيان توتيتش أو الفرنسي باتينا تأخر، وبالتالي علي لطيف. وثاني الأهداف لنفط ميسان. لاحظ التركيز، وعلى يمين الحارس هذه شاكر، وبالتالي بقلق. لذلك عاد كل الفرقة إلى الخلف بغية تنظيم الخطوط. وهنا الكرة خاطئة. يا قابيل الله يا قابيل. الإمبراطور هنا يظهر من جديد بالوجه الجديد بالشكل الجديد. أربيل يضرب من جديد، ومصطفى قابيل بعد خطأ لا يغتفر من المدافعين يكسر كل الخطوط، يسجل من جديد ويظهر من جديد ويضيف هدفا جديدا لأربيل. فرحة في القلعة، فرحة في كل مكان في صلاح الدين، في كل أماكن أربيل. يأتي أربيل ليسجل الهدف، والجنرال هنا على عكس المسرى، على عكس الاتجاه. ظننا أن الجميع في مناطقهم، ولكن هذا الرجل اختبأ في مناطق الميناء، أخذ كرة من المدافعين. لاحظ هنا السس بنيران صديقة. من أين أتيت يا قابيل؟ من أين جئت يا قابيل؟ إعبادي راح، إعبادي مر منه قابيل ووضع الكرة في مرمى علي. هذه الكرة، وأي مدافع يفعل كل هذا يا مجتبى علي؟ ماذا فعلت يا مجتبى علي؟ ماذا صنعت يا مجتبى علي؟ وأي خطأ ارتكبت؟ هنا خطأ كبير، هنا صناعة جميلة، هدف وتمرير على طبق من ذهب، مر من خلالها قابيل، فتح زاوية لتسجيل هدف، وضع الكرة في مرمى علي عبادي. والهدف الأول يأتي في الدقيقة 26 لصالح فريق أربيل. هذا الرجل موجود يقول أنا حاضر أنا موجود، لكن البوادر حتى الآن ليست هي البوادر، بينما كرة تلعب للثانية لعيب، للثانية حريف، للثانية ممتع، للثانية مستقبل الهجوم. يسجل الهدف الثاني ويلمع بين النجوم في سماء البصرة. الهوليري الأربيلي المعروف مصطفى قابيل يسرق كرة ثانية من علي عبادي، والمصائب على لؤي صلاح لا تأتي فرادا. استمتع في لعبة البلاي ستيشن وسجل الأهداف على الطريقة الجميلة. الجنرال عمل العمايل، الجنرال يعمل انتفاضة هنا، يواصل التقدم، وأربيل يسجلون الهدف الثاني. يأتي الهدف الثاني للإمبراطور. كرة ذهبت وانتظروا الجميع. نتحدث عن الدفاعات. هذا عبادي لم يحسم، هذا عبادي لم يمسك، والكرة في المرمى يا عبادي، الكرة في الجول يا علي. لاحظ هنا الكرة التي أتت، الكرة التي لم تأتي مع علي عبادي ولكنها أتت مع قابيل، وسجل الهدف الثاني. ثنائية لأربيل، ثنائية
هولير وعلي عبادي هنا يقطع في مسك الكرة وفي التوقيت من أجل الوصول إلى الكرة، والمصائب لا تأتي فرادا. لقطة استغراب ومن مع الإعادة مباغتة، مع الإعادة عودة الذئب الأبيض تيميروف يلدغ الميناء مرة ثالثة ليضعها في الجول، ليضعها في المرمى. يا تيميروف يسجل ثالث أهدافه وثالث أهداف فريقه شيرزو تيميروف الأوزبكيان. تسمع عواء الذئب هنا في ملعب الفيحاء، يسجل هدفا ثالثا تيميروف. هنا يظهر، هنا نشاهده، لاحظ الكرة العالية التي تلعب إلى الأمام، باغت الجميع، نقلة من علاء إلى تيميروف، ودفاع الميناء في سبات، دفاع الميناء في السبات، واعتقد فيها اوفسايد، اعتقد فيها تسلل. يتأكدون في غرفة الفار، ويحتج الجمهور المينائي، يحتج الجمهور البصري، بينما الكرة التي لعبت من علاء وصلت إلى تيميروف. نشاهد الآن التسجيل لهدف ثالث وانتظار الجواب، في انتظار الجواب من غرفة. هل يهز الشباك؟ هل يهتز الملعب؟ عباس ياس، الله! نهديكم هدف من على شاطئ العرب ومن من ترعرع في البصرة، يعود ويعيد العريق إلى المباراة. 3-1، وعباس ياس يعيد الأفراح إلى المدرج، يعيد الأفراح إلى العريق. الآن يعود الميناء ليقلص الفارق، ليضع الكرة في الشباك. هذه الفرحة التي هزت المدرج، التي أعادت الروح. عباس هنا أوهم كميل. Iraq Stars League أربيل تيم أنت الكهرباء تيم. إذا سيداتي سادتي أحبتي الأفاضل، أهلا وسهلا بكم في النصف الثاني من مباراة الكهرباء وأربيل. الليلة الضيف أربيل يحل ضيفا على فريق الكهرباء كضيفا ثقيل على أرضية الساحر أحمد راضي كبديل لأرضية ملعب الزوراء. الليلة بعد انتهاء الشوط الأولاني بالتعادل السلبي ب0-0 مقابل لا شيء، هذه النتيجة بانتهاء الشوط الأولاني. هذا هو الشوط الثاني، شوط ما يسمى شوط الأفضليات وشوط المدربين، والشوط ما يسمى بشوط المدربين بسبب قراءة المدرب لرتم المباراة وإلى التشكيلة التي ابتدأ بها المدرب لقائد كرة أربيل بالنسبة لباسم قاسم، والآخر هنالك من الكهرباء راضي شنيشل. كرة ترسل عالية مرة أخرى، المحاولة تأتي شيرزاد يبعد الكرة، لكن باللقطة الماضية تحولت إلى رمية تماس. تبديلات حضرت، هذا منتهى الرحيم، أرسل رمية تماس. ممكن هذه الكرة لو استغل الكهرباء لا تتول العلامات، لكن تخطت أيضا قاضي. هذا نهاد القادم من فريق موسمين مع الكهرباء، قادم من فريق الطلب. نهاد محمد أيضا كما ذكرت موسمين مع الكهرباء بعد تقديمه مستوى مميز في المرحلة الثانية مع فريق الكهرباء في الموسم الماضي. الليلة مع الكهرباء يريد أن يفصل بالثاني الأفضليات له مع فريق الكهرباء. إذا نهاد أبرز التبديلات أو الأسماء المستبدلة بالشوط الثاني والنصف الثاني من المباراة من الجولة الثالثة تحديدا من منافسات دوري المحترفين، حيث لقاء أربيل والكهرباء، حيث لقاء الفريق الشمالي وأبناء العاصمة بغداد، حيث أبناء العاصمة بغداد حينما أتكلم عن الكهرباء الفريق الأبرز الذي تأسس في سنة 2001، والآخر هنالك فريق أربيل تماما صاحب التأسيس 68 على مستوى التاريخ التأسيسي، صاحب الألقاب على مستوى دوري المحترفين 4 مرات. تحصل نادي أربيل على دوري المحترفين في عدة مواسم تماما. ولدينا
هذه المعلومات ذكرتها في الشوط الاولاني، وهذا هو الشوط الثاني والنصف الثاني من مباراة أسلتورها، واكررها للمرة الثانية من الانجازات لفريق الكهرباء. تحصل على الوصيف كما ذكرت في 22 امام الكرخ، رفع ارضية ملعب المدينة في العاصمة بغداد، والاخر في 2019 امام فريق الزورق ايضا تحصل في منافسات الكأس على وصيفا للقب الكأس ايضا في الجانب الاخر. وفي نفس توقيت هذه المباراة الجوية والميناء ايضا في نفس التوقيت الساعة 6 ايضا مباراة القوى الجوية والميناء. وهنا مباراتنا الاربيل الكهرباء عفوا واربيل القوى الجوية لهذه اللحظة متقدم على فريق الميناء بهدف قابل لا شك من الحارث حاتم. ومباراتنا هنا لا زالت ولا زال تعادل السلبي مخيم الاجواء هذا اللقاء واجواء هذه المنافسة الكروية التي يستضيفها اجواء ملعب الساحة احمد راضي الارض المفترضة لفريق الكرخ. ايضا بعدها في الساعة 8:30 ايضا هذا انا حاليا استذكر اختتام الجولة الثالثة. هذه المباراة من ضمن المباريات الاختتامية للجولة الثالثة من منافسات دوري نجوم العراق إيراك ستارز ليغا. هذه المباراة أيضا بنفس التوقيت مع تزامن مباراة القوى الجوية والميناء. ولا زالت القوى الجوية متقدمة على الميناء، وهذه مباراتنا أربيل والكهرباء. ولدينا بعدها مباراة الكرخ ودهوك التي يستضيفها أرضية ملعب دهوك، وأيضا لقاء القرمة والزوراء في الساعة 8:30 أيضا بنفس التوقيت من تزامن مع مباراة الكرخ ودهوك. ينقلن هاتان المباراة. إذا كرة اوت لفريق الكهرباء، تغطية لا زالت الأفضلية مستمرة، كرة تتسلسل بعد انتهاء الشوط الأولاني والنصف الأول من المباراة بالتعادل السلبي. أتت أبرز اللقطات في الشوط الأول فقط هي لقطتين أتت من مصطفى قابيل ومن شيرزاد. مصطفى قابيل مرتين عفوا 3، شيرزاد تيمروف أتى بالكرة ومصطفى قابيل أتى مصيدة التسلل مرة أخرى يرفع الراية ضافي الجلال معلنا عن مصيدة التسلل. وهذه المحاولة التي تأتي من أخطر المسافات وركلة حرة لفريق أربيل، ومن أخطر المسافات وأقربها والأقرب فرصة للتسجيل هذه الكرة التي تدخل فيها بدرين أو إسماعيل على مصطفى قابيل. نعم بهذه الصورة وبهذا الشكل ركلة حرة لصالح نادي أربيل التي سينفذها مصطفى قابيل الأخطر إلى هذه اللحظة وإلى هذه الدقيقة وإلى هذه الثانية تماما. مصطفى قابيل كان يشكو في إصابة على مستوى الشوط الأولاني بيعتذر بعد التدخل الذي أتى خضر علي يكمل المشوار. هذا ظاهر في الصورة سواميل أوتيرم 29 قادم من فريق الحدود المنطقة الدفاعية لفريق الكهرباء. من سينفذ هل هو شيرزاد الأوزبكي أم مصطفى قابيل المحلي؟ مصطفى قابيل هل هو من سينفذ الكرة؟ لا نعلم إلى هذه اللحظة. عيلة هذه الدقيقة نعم من أخطر المسافات وأقربها فرصة للتسجيل أربيل بأولى الركلات الحرة المباشرة في الشوط الثاني. مصطفى قابيل يتهيأ وينتظر ويترقب مصطفى قابيل، لكن التغطية أيضا كانت حاضرة على مستوى دفاعات فريق الكهرباء. كرة تعود مرة أخرى إلى همام طارق ثم تنقل مرة أخرى إلى أحمد زيرو القادم من القيثارة. الله الله الله، لكن ينقض عليها مصطفى زهير. الليلة يبدأ أساسيا شوف مصطفى زهير، وهذه الكرة التي تأتي من نهاد لو استغلها قليلا نهاد لانفرد. أنا أعرف هذا الرجل جيدا، أنا أعرف هذا الرجل جيد. نعم هذا علي مهدي ظهر في الصورة القادم من فريق القرمة
الموسم الأول مع فريق الكهرباء، فضلا كل العقود على فريق العاصمة فريق الكهرباء ما ذكرت صاحب التأسيس 2001. كرة مرة أخرى آكو هزير يرسل كرة لممادو ديانا، تعود مرة أخرى إلى ممادو ديانا يرسل كرة، والتعادل السلبي لا زال مقيم على أحداث هذه المواجهة. عالية الكرة تعود مرة أخرى وتتحول إلى شيرزاد تيمروف الأوزبكي، هذا هو من أخطر اللاعبين. لوزيرو تقدم قليلا، لوزيرو تقدم قليلا. لا أتت أولى الفوارق وأولى الفرص بالنسبة لفريق أربيل. تبديلات كما ذكرت حضرت على مستوى الشوط الأول بعد قراءة المدربين للمباراة ولرسم المباراة. تبديلات عديدة حضرت مستوى تفاصيل المباراة، تعاقدات كثيرة أتينا في الشوط الأول على مستوى أتكلم عن فريق أربيل، تعاقدات عديدة ومميزة مع فريق أربيل. وهذه المحاولة، هل هنالك شيء جديد يا سالم عامر بعد التدخل على أحمد عايد؟ أوه ماذا هنالك يا سالم عامر؟ سالم عامر التميز ماذا يقول؟ قاضي هذه المباراة، هل فيها شيء؟ فيها شكوك أم لا؟ خلينا نشوف هذا التدخل الذي أتى لا أعتقد، لكن تدخلات كلاب حاضر. لا نعلم ما هو قرار حكم المباراة، لا نعمل هنالك مراجعة لتقنية الفيديو لتقنية الفار، لكن استكمال المشوار ولا وجود ذي شيء كما قلت وكما ذكرت تماما، لا وجود ذي شيء في اللقطة الماضية. أربيل والكهرباء هل سيتقاسمون النقاط أم سيثبت البطل نفسه في أجواء هذه الملحمة واللقاء الكروي؟ أربيل أم الكهرباء؟ أربيل أم الكهرباء؟ وهذه المحاولة التي تأتي بهذه اللحظات لكن صافرة تنطلق. والثانية البطاقات الصفراء، البطاقات الملونة التي تشير. هذا أحمد زيرو القادم من فريق الشرطة، وهذه الكرة التي تدخل أولى البطاقات على مستوى الشوط الثاني، أولى العلامات الملونة. التدخل الذي أتى من على منتظر رحيم ومن أحمد زير. هذه الكرة باللقطة الماضية من مواجهة أربيل والكهرباء، هذه أيضا من أخطر الكرات. علي مهدي ولا أحمد عايد من سينفذ الكرة؟ أخطر الكرات وأقربها إلى ساحة القتال وأرضية المعركة وأرضية الملحق. تدخل مرة أخرى باللقطة الماضية. أي هذا أحمد زير ما ذكرت التقديم مستوى مميز مع فريق الشرطة الليلة، يعود بإبداع جديد من مدينته مدينة أربيل، من أبناء الإمبراطور بالشكل التام وبالوصول الكامل. مباراتنا لا زالت بالتعادل السلبي، ومباراة القوات الجوية والميناء في نفس التوقيت أيضا لا زالت بنتيجة 1 مقابل لا شيء. وأربيل لا زال شيرزاد، لا زال مرة أخرى تعود لأبناء الإمبراطور للنادي الأم، النادي الأم. وهذه الكرة التي ينفرد بها أمام طارق، رأس الكرة على الجهة اليسرى يسارية تلعب، الترقب والانتظار حاضر لهما مرة أخرى على رأس البينية حاضرة، عالية الكرة شيرزاد، مصطفى قابيل. يا إلهي يا إلهي، لماذا لم تأتي يا مصطفى قابيل بعد الكرة التي أتت من أمام طارق إلى شيرزاد لم ينجح بها مرة إلى مصطفى قابيل. لم تأتي يا مصطفى، لم تأتي. والله سأذكرك فيها يا مصطفى.
يا قابيل ماذا أضعت يا مصطفى؟ هذه هي أخطر الكرات وأقربها فرصة للتسجيل يا مصطفى يا قابيل، أقربها فرصة للتسجيل. وهذه الكرة التي ينفرد بها شيرزاد تيمروف يرسلها إلى زيرو أم إلى شيرزاد. زيرو ينتظر الكرة، الترقب والتركيز حاضر بهذه المحاولة. ومن هذه الكرة إلى زيرو مرة أخرى، تعود عالية تستحصل لأربيل مرة أخرى لمعتز الزام، لكن بعيدة 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 بعيدة. نعم تخطت وبعيدة الكرة باللقطة الماضية. تبديلات حاضرة لفريق أربيل بهذه اللحظات بهذه الدقائق. التبديلات الحاضرة لفريق أربيل. من القادم سفين منصور، والآخر المميز صاحب السيناريوهات المميزة الذي دائما ما يعطينا بالأفضليات في مثل هكذا مباريات وفي مثل هكذا لقاءات مميزة وفي مثل هكذا كرات عالية مرة أخرى ترسل. تبديل حاضر بهذه اللحظة، ممكن تبديل حاضر بهذه اللحظات ومبدعين. سبستيوشن فور أربيل تيم. دخول اللاعب كيفن ويليام، خروج اللاعب معتز الزام يخرج كبديل ويدخل الآخر كيفن ويليام. هذا هو أظهر الصورة وخروج بهذه اللقطة وبهذه الصورة. معتز الزام يخرج والآخر باللقطة الماضية. تبديلات حاضرة إذا يرسل كرة كيفن ويليام. تعاقدات نادي أربيل مميز. كيفن ويليام سيغاس دخل بهذه اللحظات الأرجنتيني. أرجنتينا. مصطفى قابيل أخطر اللاعبين. مصطفى قابيل مثير. نعم يا مصطفى قابيل يخفق في ثالث الكرات. مصطفى قابيل يخفق في ثالث الكرات. مصطفى قابيل اللاعب المثير المميز، لاعب المنتخب الشبابي ومثل الأولمبي. مصطفى قابيل السلام حاضر بهذه اللحظات والكرة ترسل على الجهة اليمنى تماما إلى مصطفى قابيل مرة أخرى. سينجح فيها ويترجمها إلى أولى العلامات، لكن سواميلا أو عفوا بالنقطة الماضية سامويل أباز الكرة. شوف هذه اللقطة، لو ما كان فيهم سيرجيو باترين، لو ما كان فيها باترين لكانت أولى العلامات وأولى الكرات. تحول إلى ركنية. من القادم؟ إذا سيخوز أمام طارق مرة أخرى، والاستحصال للكهرباء مرة أخرى. الانفراد حاضر لفريق الكهرباء، الفريق الأبيض الذي يتلاعب في العقول إلى هذه اللحظة. كل كرة للكهرباء أرهق نفسي فيها ما أسميه على الخارج فريق الكهرباء على الخارج، لأن كل كرة أعتقد للكهرباء سأرى شيئا جديد والنتائج لا زالت بالتوقيت نفس المباريات التي تلعب في هذه الأثناء وبنفس التوقيت كما ذكرت. لا زالت النتيجة 1-0 قوة جوية أمام الميناء التي يستضيفها ملعب المدينة وأرضية ملعب المدينة. ومباراتنا هنا التي يستضيف أرضية ملعب الساحل أحمد راضي. هذا الأرجنتيني كيفن ويليام أو سيخاس. كيفن ويليام أولى الوافدين الأرجنتينيين ابن بوينس آيرس الأرجنتين، ابن أرجنتينا. كيفن
ويليام الذي دخل بديلا قبل لحظات. كيفن ويليام يستلم ثالث الكرات بعد دخوله كبديل. ثالث الكرات ورابعها. الاستغلال لا زال في مهمة البحث عن الكرة والاستحواذ، لكن علي مهدي 18 هدف من الوافدين أيضا. شفين منصور لفريق أربيل تيم. نعم مصطفى قابيل وتدخل سالم عامر يقول ما فيها شيء من اللقطة الماضية، لا وجود، حالة طبيعية، دائما ماتع، لذلك تكمل المشوار. إذا في ظل هذه المحاولات لفريق أربيل ولفريق الكهرباء لا زلنا نرى نهاد محمد منتظر أي كرة كبيرها وصغيرها ليأتي وينفرد بها نهاد. هذا الأرجنتيني ابن بوينس آيرس كيفن ويليام بعد التدخل الذي أتى على منتظر رحيم. شوف هذا التدخل وأولى الأخطاء هذا يسجلوها. كيفن ويليام أولى الأخطاء التي تسجل بحقها. هذا أحمد عيد موسمين أو ثلاثة مع الكهرباء، لاعب المنتخب مثل المنتخب الشبابي والأولمبي في عدة مسابقات، وأنظاره تتجه صوب المنتخب الوطني العراقي. وهذا مصطفى، لكن خروج موفق لمصطفى زهير. شوف مصطفى زهير الليلة يبدأ كما ذكرت، يبدأ أساسيا حارس. أنا لم أرى كثير مصطفى زهير، لكن أثبت بجدارة إن الليلة أمام فريق كبير، فريق أربيل صاحب فريق مبرم بالإنجازات ولا أسيم. أثبت إن مصطفى زهير يا إلهي، لولا الإبعاد من خضر، لو كانت أولى العلامات، لو كانت أولى الكرات والتهديدات. هذا ما أقصد به. سفين منصور أرسل كرة إلى الأمام وخروج أتى من مصطفى زهير، لكن لم يترجمها مصطفى قابيل إلى أولى العلامات. وحارس العارين مصطفى زهير يشكو من إصابة في هذه اللحظات. مصطفى زهير بالسلامات. لمصطفى زهير الساقط على أرضية الميدان بعد تدخل باللقطة الماضية. اسماعيل أوتارا قادم من فريق الحدود، هذا ظاهر في الصورة 29 من فريق الكهرباء قادما من فريق الحدود. هذه الكرة التي أتت شيرزو الأوزبكي، لو مررها إلى الأمام قليلا، لو مررها تيمروف الأوزبكي لكانت أولى العلامات بعد الخروج مع السميب. لو لم تكن في هدف لأسميته خروج غير موفق. إذا السلامات لمصطفى زهير. هل سيكمل المشوار أم سيدخل البديل أحمد محمد؟ بالسلامات. أنا أتمنى أن يستمر مصطفى زهير، أتمنى أن يستمر ويكمل المشوار ويكمل ما تبقى من المباراة، ألا وهي تقريبا 30 دقيقة نهاية المباراة. إذا يكمل مصطفى زهير، يكمل المشوار وبشعار نحن نمرض ولا نموت، نحن نمرض ولا نموت. يصيب لكن بعطاء الكبير يقول أنا سأكمل. وهذه جماهير حولر الحاضرة المساندة والقادمين تماما. مصطفى سابستيوشن فور الكهرباء تيم. إذا دخول اللاعب حسن خالد الوافد الجديد القادم من الكرخ، وأيضا الآخر مصطفى صلاح، وخروج إسماعيل كواكب. هذا إسماعيل كواكب ابن ساحل العاج يخرج بعد تقديمه شوط مميز. يدخل كبديل يدخل كبديل حسن خالد قادما من الكرخ. وهذا الآخر الثاني 71 مصطفى صلاح. وهذه الكرة تأتي
الخط حظ، القطع حظ. هذا على رأس القادم من فريق زاخو. الاثنين لفريق أربيل، رقم 2 فريق أربيل، هذا على رأس. بعد التدخل من نهاد استحصل الخط قادما من فريق زاخو يبصر أوراق أربيل. وهذا الآخر مستوى المنطقة الدفاعية، دفاع مميز إلى هذه اللحظة بالنسبة وللصالح فريق أربيل. حينما نتكلم عن ابن اليمني السعيد هارون الزبير تاركا الزوراء ومختارا أربيل، وقع على كشوفات فريق هولير. والآخر على راد أيضا قادم من فريق زاخو. نحن نتكلم حاليا عن المنطقة الدفاعية لفريق أربيل، قادما من فريق زاخو على راد الرقم 2 نمبر 2. إذا كرة ترسل أحمد عايد، تسديدة، لكن كوميل في غفلة تامة يأتي أحمد عايد. هذا انتظروه في المواسم القادمة، هذا انتظروه في الاستحقاقات القادمة. أحمد عايد لولا التصدي من كوميل سادي لكانت أولى العلامات لفريق العاصمة بغداد، لفريق الكرباب. وأيضا ثالث البطاقات الملونة تستحصل لصالح شيرزاد. إذا اصفرت احمرت يا تيمروف. هذا الأوزبكي القادم من الدوري الأوزبكي، أولى محطاته في الدوري العراقي. فريق أربيل بالسلامات إلى اللاعب الذي يشكو من إصابة. التدخل الذي أتى، شوف مستحق البطاقة الصفراء على الأوزبكي تيمروف. وهذا أيضا زال مستمر بإرسال التوجيهات. السيد راضي شنيشل، مثل راضي شنيشل محطات عديدة. السيد راضي شنيشل تبديلات حضرت على مستوى الشوط الثاني والشوط الأول. الشوط بالنسبة لفريق أربيل أيضا خرج معتز الزامل التونسي ودخل بديلا سفين منصور على 44 كما شاهدتم. وايضا الاخر احمد زيرو دخل كبديل علي الشيخ وعلى مستوى فريق الكهرباء فقط 3 تبديلات، خروج لوكاس ودخول نهاد محمد، والاخرون مصطفى صلاح ايضا وحسن خالد. 88 قادما من فريق الكرخ. هذه ابرز التبديلات، 3 تبديلات مقابل 3 على مستوى التبديلات. الشوط الثاني يتكلم، وهذه الكرة التي تأتي من المحاولة لفريق أربيل، لو يستغلوها ولو يستحصلوها لتكون أولى العلامات وأولى التسديدات بهذه اللحظات. إذن إلى هذه اللحظة التعادل السلبي مخيم على أجواء هذه المواجهة وعلى أجواء هذا اللقاء تمام. إذن سيد راضي شنيش المدرب فريق الكهرباء في محطات عديدة، درب سابقا المنتخب العراقي صاحب 59 عام. يا إلهي لولا هذا باتن قدم مستوى مميز في الشوط الأول وفي الشوط الثاني أتى شوف البينية ثم أتت مرة أخرى إلى كيفن واليان بعيدة خارج أصلا خارج يس اوف كورس. نعم طبعا انها خرجت اللقطة الماضية، لكن اتى سيخاس متأخر كما ذكرت. درب الكهرباء الراضي شنيشل، درب العراق تحت 23 عام في موسم 2000 او في سنة 2022، وايضا درب القوة الجوية في موسم 21 ودرب الزوراء ايضا في موسم 20. وهذه الكرة كانت تدخل باللقطة الماضية، تدخل اشبه بالعنيف على نهاد محمد، هذا الذي دخل كبديل للوكاس سانتوس. بالسلامات لنهاد محمد ايضا. هذا شنيش المدرب فريق الزوراء، هذا نهاد كان يشبه اصابه. هذا شنيش
حقق مع الزوراء في موسم 21 أو عفوا حقق كأس السوبر العراق. هي بالنسبة مع فريق الزوراء، بالنسبة مع فريق الزايم، بالنسبة لهذه الكرة ومن مسافة بعيدة أحمد عايد سيسدد هذه الكرة، وهذه المحاولة التي تأتي بهذه اللحظات بهذه الدقائق. أحمد عايد يركز على المنطقة التي سيسدد فيها، التي سيبصم بصمته الأولى فيها تحديدا. أحمد عايد الترقب حاضر، الأفضلية لا زالت بالنسبة لفريق الكهرباء. ثالث الركلات الحرة المباشرة التي تنفذ أحمد عايد، الاستمرار والترقب حاضر، البينية لكن لماذا خسر ثاني المحاولات وثاني الكرات. ومصطفى قابيل، هل هنالك خطأ أم لا؟ بالسلامات على مصطفى قابيل بعد تدخل من علي خالد كتيبة الكهرباء. إذن تدخل باللقطة الماضية واستياء قاضي هذه المباراة سالم عامر على اللقطة الماضية. تبع شوف في اللقطة الماضية بعد التدخل الذي أتى من علي خالد على مصطفى قابيل. اليوم مصطفى قابيل أكثر من كرة ومن تدخل كان ضحيتها مصطفى قابيل. اليوم مصطفى ما يرجع سالم، اليوم مصطفى قابيل ما يرجع سالم. بالسلامات. هذا تدخل باللقطة الماضية على مصطفى قابيل، أكثر من كرة وأكثر من لقطة أتى فيها مصطفى قابيل، وممكن هل ستستحصل حرة أو بطاقة ملونة لا نعلم. قرار راجع لتقنية الفيديو الفار نعم أم لا وجود؟ ليش استكمال للمشوار من كرة لرمية التماس. أنا تكلمت لكم عن أربيل وعن شخصية طبيعة مدرب شخصية وطبيعة مدرب هذه لا فيها شك وفيها شيء، أعتقد فيها شيء وفيها شك. نعم تكلمت لكم اللقطة الماضية عن طبيعة مدرب وإنجازات السيد رادي أشمش مدرب فريق الكهرباء الليلة، قائد كرة الكهرباء. مرة أخرى أعود إليكم إلى أربيل، تحديدا باسم قاسم، أولى مواسمه مع فريق هولير أربيل، أولى مواسمه مع أربيل ولا وجود لا شيء، وتكملة للمشوار خروج مصطفى قابيل وخروج ودخول بهذه الصورة وبهذه اللقطة تمام. أحد المميزين، أحد لاعبي المنتخب الأولمبي والوطني يدخل كبديل الفقاري يونس. الاستياء حاضر، الاستياء من لاعبة فريق الكهرباء حاضر بهذه اللقطة وبهذه الكرة. شوف ما فيها شيء، يقول له ما فيها شيء. تدخل على سفين منصور، يقول له ما فيها شيء، ما فيها شيء. تدخل سفين منصور على علامات، وتحولت الكرة إلى ركنية بهذه اللحظات. خرجت مصطفى قابيل تاركا وراء مستوى مميز، ومن هذه الكرة الرأسية ممكن تحضرها والتسديد والإبعاد الدفاعي حاضر بهذه اللحظات. أحمد زيرو يرسل كرة لهمام على الجهة اليمنى بهذه اللحظة وبهذه الصورة تماما. خسرت المحاولة باللقطة الماضية بعد البينية التي أرسلت للمرة الثانية لهمام طارق. محاولة تأتي مرة أخرى، الرأسية حاضرة بهذه اللحظات. الأرجنتيني بأولى تسديداته وبأولى التهديدات كيفن الأرجنتيني كما ذكرت وتغنيت به ابن بوينس آيرس. يا إلهي، مستاء كيفن على عدم استحصاله
اللقطة وعدم استحصاله، لقطة بعد خسران الهدف ولقطة الهدف الضايع والفرصة المحققة لأربيل كيفن ويليام كما ذكرت وتغنيت به ابن أرجنتينا ابن بوينس آيرس. هذا بأولى محطاته في الدوري المحترفين في دوري نجوم العراق. هذا الفقار يونس لاعب المنتخب مثل المنتخب الشبابي وممثل المنتخب الأولمبي. إذن قادما هذا تقديمه مستوى مميز على المنتخب الأولمبي. الليلة يعود لكرة أربيل قادما من فريق دهوك بعد تحقيقه الفقار يونس قادما من فريق دهوك بعد تحقيقه مع فريق دهوك لقبي كأس العراق ولقب الآخر البطولة العربية، لقب البطولة العربية وبطولة الكأس. هذا كما ذكرت به الفقار يونس بالوصول إلى العراقية. الفقار يونس. إذا باسم قاسم مدرب الليلة، مدرب كرة أربيل، مدرب فريق كرة أربيل الليلة كما ذكرت أولى محطاته مع فريق أربيل. قادم درب الطلبة، قادما من فريق الطلبة بعد قبل دخوله لكرة أربيل، قادما من الطلبة. هذا هارون الزبيد القادم من فريق الزوراء ابن اليمن السعيد. واكمل ما قلت قبل قليل التغني لباسم قاسم المدرب صاحب الاسلوب الشهير باللعب بالاسلوب الدفاعي تماما. اذا قادما من الطلبه درب قبلها موسم 23 درب كرة النفط وايضا درب الميناء في الموسم 22 ثم الى هذا انا بداها باسم قاسم الليله مدرب فريق اربيل اتكلم عنه، بداها في ال 16 الحصول على الشهاده الاسيويه، بداها مع القوى الجويه وحقق لقبين دوري ابطال اسيا، حقق مع القوى الجويه، حقق بطوله كاس العراق. اذا درب القوى الجويه ثم حتى درب المنتخب العراقي في سنه 17 وثم عاد الى القوى الجويه في موسم 19 ثم في الموسم نفسه انتقل الى الزوراء في موسم 19 ومن ثم جرب كرة النفط في موسم 21 ثم الى الميناء ثم الى النفط مرة اخرى في موسم 23 الى الطلبة وحاليا في كرة أربيل طامحا لتحقيق لقب مميز. هذا الفقار يونس الاستحضار والترقب حاضر بهذه اللحظات. سيخاس يرسل كرة بينية لكن علي خالد يبعدها، عالية الكرة تعود مرة أخرى ذو الفقار يونس سفين يرسلها إلى يونس ذو الفقار لا يستحصل بهذه اللحظة، هذه اللحظة خطأ يستحصل. هذه الكرة بعد تدخل شيرزاد تيمروف على منتظر الرحيم. هذا منتظر الرحيم 19 لفريق الكهرباء، موسم جديدة مع فريق الكهرباء مميز سراماتيك بينما أراب داخل ساحة القتال وداخل أرضية الميدان. هذه اللحظات كرة ترسل عالية تعود والتعادل السلبي لا زال ولا وجود لأي كرة محققة غير كرة سيخاس بالشوط الثاني. تغنيت به قبل قليل. هذا هو نهاد الذي يعمل خلف الكواليس، نهاد محمد وبتسديده تصدى إليها كوميل سادي. يا إلهي على أي كرة، على أي تسديدة أتت باللقطة الماضية، تسديدة أتت بالمحاولة الثانية توالية لكن سفي المنصور يبعد كرة تتحول عالية وتسترسل همام. ارسال واسترسال حاضر بهذه اللحظات. تغنيت به قبل قليل. نهاد محمد القى موسمين مع الكهرباء قادما من فريق الطلبة
الليلة بأولى ظهوره بالشوط الثاني من تسديد أتت بهذه اللحظات الدقيقة 82 من عمر المباراة ومن عمر الشوط الثاني، وبعيدة بعيدة 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 البينية ولا على التعيين ترسل. الاستحضار لم يكن باللقطة الماضية، هذه لقطة نهاد وبأعجوبة بأعجوبة بأعجوبة تصدى إليها كوميل سادي. شوف الكرة باللقطة الماضية، هذه لقطة نهاد موسمين كما ذكرت مع فريق الكهرباء، موسمين مع فريق الكهرباء قادما من فريق الطلبة والتسديد الحاضرة، لكن أيضا بعيدا ولا على التعيين ترسل صاحب اللقطة الماضية والتسديد الأخطر نهاد محمد صاحب ال 24 سنة ما ذكرت مثل الطلبة نهاد محمد 49. إذا تبديلات حاضرة فريق الكهرباء بهذه اللحظات. سبستيوشن فور الكهرباء تيم، دخول اللاعب عباس عدنان وخروج اللاعب منتظر رحيم. منتظر رحيم يخرج تاركا وراء المستوى المميز ويدخل البديل بهذه اللحظات عباس عدنان طامحا إلى تعديل نتيجة هذه المباراة والظفر يا للعلامات. إذا هذا ظهر بالصورة باللقطة الماضية. سامويل لوتيرا قادم من فريق الحدود، ركلة مرمى لفريق الكهرباء ترسل مرة أخرى وتعود للإمبراطورية بهذه اللحظات. وهذا نهاد مرة أخرى 24 سنة نهاد محمد ممكن من هذه الكرة. لا 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 لا. لماذا يا نهاد؟ لماذا أضعت هذه الكرة على أبناء العاصمة على فريق الكهرباء؟ لا والله دمعتي كادت باللقطة الماضية، دمعتي كادت باللقطة الماضية على لقطة نهاد. كرتين ضاعن هذه اللحظات، كرتان مرة أخرى لكن قضى عليها مصطفى زهير. أريد أن أهدم الرتم المباراة قليلا لكن لا أعلم كيف بهذه الكرة عالية. أحمد زيرو يرسل كرة إلى سيخاس الأرجنتيني، تعود مرة أخرى محاولة تأتي من البديل مصطفى صلاح 17 مصطفى صلاح. كرة تعود مرة أخرى لعلي خالد، تغطية دفاعية حاضرة لكن ترسل. وأيضا تبديلات حاضرة أيضا لفريق أربيل. سبستيوشن فور أربيل تيم، دخول اللاعب رقم 6 نمبر 6 جيلان لقمان رقم 6 وخروج اللاعب رقم 2 على رعد نمبر 2 على رعد. هذه هي التبديلات الحاضرة بهذه اللحظات. إذا جيلان لقمان مثل أربيل لعدة مواسم. جيلان لقمان اللاعب الشاب المميز. جيلان حينما أذكر التميز وأذكر الأفضليات. جيلان في كل مباراة يدخل فيها جيلان، الآن أستذكر جيلان وأتذكره جيدا. هذا اللاعب المثير في كل مباراة يدخل لها أنا أراه ومن داخل أرضية الميدان حينما يدخل جيلان لقمان يعمل فارق الكهرباء. عباس طلعها زين، عباس طلعها. لماذا؟ كيف ضاعت؟ لماذا وكيف ضاعت هذه الكرة؟ لم تسدد بالشكل المطلوب من عباس عدنان. شوف الكرة هذه لا تأتي مرتين يا عباس، هذه لا تأتي مرتين يا عباس. عباس عدنان يضيع هذه الكرة يا عباس عدنان، هذه لا تأتي مرتين. مثل هكذا كرات لا تعاد مرتين. وهذه الكرة إلى كيلان، تتحول محاولة على الجهة اليسرى تماما. جيلان لقمان الاستحضار والترقب حاضر بهذه اللحظات، لكن الإبعاد الدفاعي حاضر تماما من باترين. وما سيادة التسلل لهذه اللحظات. إذا تغنيت باللقطة الماضية بجيلان لقمان، هذا اللاعب المميز
جيلان لقمان كما ذكرت 6 مع اربيل مواسم، لاعب مميز. جيلان هذا الصورة، البديل علي مهدي مستاء من هذه الكرة ومن هذه اللقطة بعد الوقوع في مصيدة التسلل ودقائق قليلة عن نهاية هذه الملحمة وعن نهاية هذه المواجهة. كرة ثالثة في أرضية الميدان لهادي محمد، تسديد حاضرة لكن التغطية الدفاعية لا زالت مستمرة. سيخاس يرسل كرة للإبعاد، يرسل كرة للإبعاد حتى يبعدها باللقطة الماضية، حتى يبعدها 0. سفين منصور يرسل كرة إلى سيخاس الأرجنتيني تيموف، لو استغلها قليلا وظفر بيقول العلامات وبيقول اللقطات تماما. تيمروف مرة أخرى يرسل كرة لكن تغطية حاضرة من فريق الكهرباء بهذه اللحظات. أفضلية لا زالت ومحاولة مستمرة بالنسبة ولصالح فريق الكهرباء. الكهرباء صاحب المركز 18 علينا يتقدم، يقفز مركز 1 فريق الكهرباء. واربيل هل سيبقى أم لا في الترتيب الثالث من هذه المباراة؟ نهاية مرة أخرى تعود محاولة حاضرة بهذه اللحظات. أربيل والكهرباء هل سيتقاسمون النقاط أم سيكتفون بالتعادل السلبي؟ هل سيأتي لاعب جديد وشيء مثير بهذه اللحظات يبصم أوراقه ويضع بصمته في أرضية الميدان؟ وفي هذه الكرة تيمروف يحاول استغلال الكرة بهذه اللحظات لكن تغطية حاضرة من أبناء العاصمة الكهرباء. كرة تتحول بعد اللقطة. سفين منصور يشكو من إصابة طفيفة باللقطة الماضية هذه المباراة. سالم عامر ولحظات قليلة تفصلنا عن نهاية هذه الملحمة الكروية ونهاية أجواء هذا اللقاء. من القادم؟ هل هنالك شيء جديد؟ هل هنالك بصمة تكون بهذه اللحظات؟ ممكن أن هذه الكرة سيواصلون. أربيل 0 يرسل كرة على الجانب أو داخل المنطقة الوسطية. هذا حسن خالد القادم من فريق الكرخ الكناري. هذه الكرة يبعدها هارون، مستوى مميز إلى هذه اللحظة. هارون الزبيدي قادما من فريق الزوراء. في هذه اللحظات المحاولة لا زالت والتغطية الدفاعية لا زالت مستمرة لفريق أربيل الفريق الشمالي. هل سيتقاسمون النقاط؟ و5 دقائق عن نهاية هذه المواجهة وعن نهاية هذه القمة. الدقيقة 90 و5 دقائق عن نهاية هذه المواجهة والملحمة الكروية. هل سنرى شيئا جديد بهذه اللحظات؟ هل سنرى بصمة تبصم؟ هل سنرى شيئا جديد وأفضلية جديدة بهذه اللحظات؟ سفين منصور يرسل كرة إلى سيخاس الأرجنتيني. لم نرى شيئا جديد يدون بهذه اللحظات. سنكتفي بالتعادل السلبي أم سيبصم بصمة جديدة؟ أم سيضع بصمة جديدة؟ أم ال5 دقائق ستكون لها أفضلية بهذه المواجهة وبهذا اللقاء نهاد محمد لو استغل الكرة لظفر بأولى العلامات وبأولى الكرات. هذا نهاد محمد قادما من فريق الطلبة موسمين مع الكلبة. 0 يرسل كرة. هل سنرى شيء جديد يدون بهذه اللحظات؟ هل سنرى أمور تدون بهذه اللحظات؟ هل سنرى بهذه اللحظات؟ كررت هذه الجملة أكثر من مرة وهذا جيلان يعمل البينية لكن لم ينجح في تمريرها باللقطة الماضية وبهذه الصورة. إذا أربيل مستحوذ على لقب الدوري ل4 مواسم. هل سيبصم بصمته بهذه المباراة؟ علي مهدي الانفرادية حاضرة، المرتدة حاضرة. علي مهدي نهاد. يا إلهي لماذا يا نهاد؟ على أي كرة أضعت يا نهاد؟ كررتها على مصطفى قابيل حينما أضاع الكرة باللقطة الماضية. شوف look this
شاهد هذه اللقطة، لو كانت قريبة من الشباك لا اصطادها نهاد محمد. ودقائق قليلة، 3 دقائق عن نهاية هذه المواجهة وعن نهاية هذه الملحمة الكروية. كرة ترسل من كومين، اشتعل أو تصاعد رتم المباراة تصاعديا تماما. هذا الأرجنتيني سيغاس كيفن في أولى محطاته مع فريق قاربيل في الدوري العراقي. هل سنرى شيء جديد اليوم بهذه اللحظات؟ هل سنرى زيرو يبصم بصمته الأولى مع فريق قاربيل؟ زيرو إلى جيلان، لكن بعيدا لا زالت الكرة إلى جيلان، هذا اللاعب الشاب موسم عديدا مع فريق هولير. أربي كرة اوت وتتسلسل علي خالد وابعاد وتغطية دفاعية حاضرة بهذه اللحظة. أربيل لا زال بالمركز توب 3، المركز الثالث. ولدينا هنا الكهرباء صاحب المركز 18 إذا تقدم بهذه المباراة سيصعد مركز واحد ليكون بالمركز 17 تمام من هذه المباراة الجولة الثالثة. وإلى هذه اللحظة متصدر الدوري، دوري نجوم العراق، متصدر الدوري فريق الجالة الغراف مرة أخرى بعد تقديمه خلال 4 مباريات السابقة قدم فيها كل فوز. وهذا الخطأ الحاضر بهذه اللحظات، هنالك لاعب يشكو من إصابة وسالم عامر يشير رابع البطاقات الصفراء لباترين الذي قدم مستوى مميز على مستوى الشوطي المباراة الأول والثاني. باتري إذا استحصل بطاقة ثانية تحمر البطاقة وتتحول إلى بطاقة حمراء. ثم في المباراة القادمة أي تبديلات حاضرة. تبديلات بالدقيقة 94 من أمر المباراة لفريق الزوراء. لا عفوا الكهرباء. أنا أفكر في الزوراء وفي مباراتهم أمام القرمة، لأني ستقولون لماذا أتى فكرة مباشرة على الزوراء؟ لأن الألوان البيضاء الذي يرتديها الكهرباء مقاربا لألوان الزوراء. ولدينا مباراتهم الليلة أمام القرمة ومباراة القوى الجوية والميناء أيضا في نفس توقيت هذه المباراة وبهذه اللحظات. إذن 3 دقائق أو 2.5 دقائق عن نهاية أحداث هذه المواجهة، نهاية أحداث هذا اللقاء. إذن دخل البديل محمد حسن، يشرك كبديل بهذه اللحظات. سبستيوشن فور كهرباتي عفوا 12 لفريق الكهرباء. حسين نايم وخضر علي يقول ما في وقت. سالم عامر قاضي هذه المباراة يقول ما في وقت. ودخول حسين نايم سبستيوشن فور الكهرباء تيم. دخول اللاعب رقم 12 خروج باللقطة الماضية، تقديمه مستوى مميز. خضر علي نمبر 2 خضر علي شيرزاد تمروف وهو مسؤول ينفذ هذه الكرة، وهذا الخطأ من المنطقة البعيدة. ودقيقتين عن نهاية هذه المباراة، دقيقتين أو دقيقة ونصف لا نعلم. هل سيكون شيء جديد سيحضر؟ هل سنرى أمور جديدة تدون داخل هذه المباراة، تدون داخل الميدان؟ شيرزاد تمروف الاستحضار والترقب الحاضر من شيرزاد تمروف. هذا الأوزبكي أولى محطاته، ثاني اللاعبين الأوزبكي ثانيين في دوري المحترفين مع فريق قناة بغداد. وهذا ثاني شيرزاد تمروف من هذه الكرة البينية حاضرة التسديدة. الله يا مصطفى زهير، الله يا أبو الصوف، الله يا مصطفى زهير على أي تصدي من أخطر الكرات من شيرزاد تمروف. شوف الكرة، شوف شيرزاد كيف سددها بإتقان وبهمة عالية، لكن مصطفى زهير كان السد المنيع بالنقطة الماضية. ركنية تنفذ هذه اللحظات وآخر الدقائق من عمر شوط المباراة الثاني ونهاية المباراة بعيدة من نهاية تتحول إلى ركنية مرة أخرى. الدقائق الأخيرة عن نهاية هذه المواجهة وأحداث هذه القمة الكروية
هل سنرى شيء جديد؟ مباراة دراماتيكية، هل سنرى شيء جديد؟ سفين منصور يرسل كرة عالية تعود مرة أخرى، زيلان لقمان هل سيستغل الكرة أم أحمد عيسى؟ تكون له أفضلية، الخطأ حاضر لكن الصافرة الأولى والثانية. إذا سيداتي سادتي أحبتي الأفاضل متتبعين حاضرين متتبعي قنوات شبكة الإعلام العراقي، إذا أحبتي الأفاضل نهاية المباراة بالتعادل السلبي بدون أي أهداف بالنسبة لفريق الكهرباء المستضيف وفريق أربيل الضيف الليلة على مستوى فريق العاصمة بغداد. إذا هذه المباراة الكهرباء يتصاعد مركزا ليكون في المركز السابع عشر، وأربيل يبقى في التوب 3 المركز. إذن أحبتي الأفاضل نهاية المباراة بالتعادل السلبي. الآن أعود إليكم على أمل أن ألقاكم في أمسيات أخرى واستحقاقات قادمة بإذن الله تعالى. إلى اللقاء.